ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا. النهارده فيديو جديد ووصفة حلوة قوي. هنجرب كده كيس خلطات من شركة ويلز وهي الفراخ التندوري. فهتابعي بقى معايا الفيديو الاخر ونشوف عملنا الفرخة المشوية الحلوة دي في البيت ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. فهتابعي معايا الفيديو الاخر وما تنسيش تحطيلي لايك للفيديو وتشتركي في قناتي لو اول مرة تشوفيني. فعلي الجرس على اشعار الكل، هيوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديدة. تعالوا بقى نشوف الفرخة الحلوة دي هنعملها ازاي ونشويها في الكيس الحراري، وكمان هنعملها بخلطة التندوري من شركة ويلز. خلطات شركة ويلز حلوة جدا، يعني انا بثق في الشركة دي قوي، جربت من عندهم حاجات كتير جدا جدا. فقلت بقى اجرب خلطة التندوري اللي هي الفراخ اللي بيكون لونها احمر. فمعايا بقى فرخة كده يعني وزنها تقريبا 2 كيلو ونص او 2 كيلو وربع، يعني حاجة زي كده. والفراخ بقى اسعارها الايام دي تعتبر حلوة قوي ورخيصة. فتقدري بقى تعملي كده تفريزات فراخ وهتلاقي افكار كتير جدا جدا معاكي. لو عايزة تعملي مثلا تفريزات صدور ووراك، لو عايزة تقسمي 3 فرخات، لو عايزة تعملي فراخ كده اللي هي شغل المصنعات، فهتلاقي افكار كتير قوي. فالمهم كده حبايبي، اخدت معايا بقى كده الفرخة الحلوة دي بعد ما غسلتها، وهبدأ ان انا اتبلها معايا. وبناتي الحلوين كانوا عايزين الفراخ تكون شبه الفراخ اللي هي بنشتريها جاهزة من بره، اللي هي فراخ الشواية. ففراخ الشواية مش بيكون فيها يعني توابل خالص، هما بس يعني بيغسلوا الفراخ وبيخلوها بقى على الشواية الكهربائية لحد ما بتستوي. عندي الشواية اللي هي الكهربائية دي موجودة في الفرن اللي هو تورنيدو، بس انا هعملها معاكم النهاردة في الكيس الحراري. فاخدت بقى معايا الفرخة الحلوة دي وفتحت بقى كيس اللي هو الخلطة، لقيت كده لونه اصفر، فانا كنت متوقعة ان هو هيكون لونه احمر. فالمهم يعني وانا كده بتبل الفرخة، لقيت الفرخة بدأت ان هي يكون لونها احمر. فزودت بقى على الفرخة الحلوة دي شوية كده من الملح والفلفل الاسود وشوية من القرفة وكيس كده الخلطة. حسيت ان يعني الخلطة مش قوية قوي، لونها مش قوي قوي، فقلت خلاص ايه، هكمل عندي باقي الكيس كله. فنزلت كده بالكيس كامل تقريبا وزنه 50 جرام، على فرخة كبيرة وزنها 2 كيلو ونص، عشان اخد اللي هو اللون الاحمر القوي. ممكن كمان لو عندك اللي هي الالوان الغذائية ممكن نزود شوية كده صغيرين، برضو هناخد بقى لون قوي جدا. فاخدت بقى الفرخة الحلوة دي وزودت كمان عليها 2 معلقة كبار من الزبدة، عشان ايه يعني تخلي كده الصدور معايا تكون جوسي وحلوة وما تنشفش مننا. وتبلت بقى كل الفرخة وحاولت ان انا كده ايه يعني اوزع بقى التتبيلة الحلوة دي تحت الجلد كمان. ولو عايزة تسيبيها مثلا ساعة في التلاجة هتبقى معاكي احلى واحلى. فنحافظ بقى على شكل الجلد خالص لو احنا بنعمل فراخ مشوية كده كاملة على بعضها. وممكن كمان ان انتي تقصيها كده من ظهر الفرخة اللي هو من السلسلة يعني، وتفتحيها معاكي شبه الكتاب، وتاخديها بقى بالسكينة كده فتحات من كل الاتجاهات، اللي هو يعني تفتحي كده كل لحم الفراخ. ولو عندك كمان مية بصل ممكن انتي تزودي شوية، انا شخصيا بحب البصل في التتبيلات عامة، بس قلت اعمل للبنات الحاجة اللي نفسهم فيها وهم بقى مش بيحبوا البصل، هم عكسي تماما. وتقريبا كل الولاد كده تحس ان البصل والثوم ده بالنسبة لهم حاجة كده يعني مش كويسة، رغم ان هم حاجات صحية جدا. فتبلت بقى الفرخة الحلوة دي بكل التتبيلة اللي هو كيس خلطة الفراخ التندوري، وزودت عليها شوية ملح وفلفل اسود وشوية كمان من القرفة و2 معلقة كبار من الزبدة. تبلت الفراخ بيهم، ومعايا بقى كده الكيس الحراري. ودي يعني من الطرق المفضلة ليا قوي، ان الكيس الحراري بيخلي اللحوم او الفراخ او البط او ممكن كمان الرومي ايا كان الطيور او اللحوم اللي انت عايزة تخليها تستوي معاكي بسرعة، فالكيس الحراري بيقوم بالمهمة دي. فمعايا بقى الاكياس الحلوة دي، وده الباكت اللي هو بيكون فيه 3 اكياس، بياخد معاكي فرخة ما شاء الله حجمها كبير مش صغير. في بقى لو رومي مثلا كبير ممكن تجيبي الكيس اللي هو بياخد، لا الباكت اللي هو بيكون فيه 2 كيس، فبياخد معاكي يعني ديك رومي كامل. فعشان بقى الكيس الحراري ما يلزقش معانا على جلد الفراخ او اللحمة او ايا كان الحاجة اللي احنا بنخليها تستوي في الكيس، لازم نزود معلقة من الدقيق. فمعلقة الدقيق دي بتساعد ان الكيس يبقى فيه كده فاصل ما بينه وما بين الحاجة اللي احنا بنسيبها تستوي فيه. لان اوقات كده بنلاقي الكيس لزق كده على جلد الفراخ، وتخرجي بقى الفراخ من الفرن تلاقي بقى الجلد كله لزق في الكيس، وبيبقى الموضوع مش حلو خالص. فبنزود معلقة دقيق وبنرج كده معانا في الكيس، هيتغلف كله معاكي. وتبدأي ان انت بقى تاخدي الفرخة الحلوة دي
وتشويها كده معاكي في الكيس الحراري. بنزود بقى شوية مية وناخد بقى كل التتبيلة الحلوة بكل المكونات اللي زودناها وننقلها كلها معايا هنا في الكيس. شايفين بقى لون التتبيلة هيكون لونها احمر كده، لان ده اللون اللي هو جاي مع الخلطة. هقفل بقى معايا الكيس كويس جدا باللي هي الربطات اللي بتيجي معايا. وكنت بقى يعني عاملة كده أكلة تانية في دماغي ان انا عايزة اعملها. كنت هعمل بقى معاها اللي هو الرز البرياني، واعمل بقى جنبها سلطة الطحينة وبطاطس بقى محمرة او شيبسي. بس عشان حماية كان هياكل معايا، فاللي هو مش مالوش هو بقى في الرز الاصفر والحاجات دي. فقلت بقى خلاص هبدل بقى الرز الاصفر ان انا اعمله برز ابيض. فعملت بقى رز ابيض كده بالسمنه البلدي، وكمان عملت صينيه بطاطس كده لوحدها. كان عندي بقى اللي هي دهون بيت الكلاوي دي، يعني بتعلي التست كده معانا، وبتخلي طعم بقى البطاطس او اي طبيخ عامه بتخلي طعمه حلو. فعشان اسوي بقى الفرخه الاول في الكيس الحراري، باخد بقى معايا صينيه بنقل فيها الفرخه، والصينيه يكون فيها شويه ميه، وبسيبها بقى في الفرن معايا. كل ما المية اللي هي في الصينية ذات نفسها تبدأ ان هي تنشف، بزود لها شوية مية كمان، وبتستوي معانا الفراخ، ويعني بتكون دايبة كده معايا. فزي ما قلتلكوا هعمل بقى صينية البطاطس الحلوة دي. قطعت كده شوية بطاطس وعليهم بقى شوية بصل وطماطم وخلطة السبع بهارات وورق لوري. وزي ما قلتلكوا اللي هي بقى دهون بيت الكلاوي دي بتعلي معايا التست قوي. وممكن بدال صينية البطاطس ان انتي تعملي جنبها رز اصفر، وتعملي بقى بطاطس محمرة، او تشتري بقى شيبسي، وممكن سلطة الدقوس، وممكن تعملي جنبها كمان مثلا، او على الرز ممكن تزودي عليه مكسرات، زبيب بقى او اي مكسرات موجودة عندك، وفول سوداني. فبرضه ممكن تبقى اكلة تانية. فالاكله دي مصدفتش ان انا اعملها بالطريقه دي، فممكن اجيب بقى الخلطه دي، لان عايزه اجيبها كده واجربها وازود لها شويه بصل، واسيبها بقى في التتبيله كده شويه حلوين، ومعاها زبادي، واشوف بقى طعمها هيكون فعملت بقى صينيه البطاطس وزودت لها شويه ميه، وسبت بقى كل الاكل الحلو ده في الفرن. وطبعا يعني في مقطع ما اتحذف مني، اللي هي الاكل كله بقى وانا بقدمه يعني ربنا ما يقطع لي عاده، لازم كده الموبايل يعني يعمل الحركه دي معايا. الجو حر قوي والفرن كان شغال، فالموبايلات بتسخن جدا جدا، فوارد ان بيحصل معايا الموقف ده. المهم حبايبي، هنا بقى الفرخة بعد كده ما فتحت الكيس الحراري اتأكدت ان هي استوت. سبتها بس تاخد معايا اللون الحلو ده، والبطاطس برضو كانت استوت معايا، وعملت رز اصفر. وانا بقى شخصيا كنت هاكل نص رغيف ومعاه فراخ، واخدت كده 3 او 4 مكعبات من البطاطس، وكنت راضية جدا، وكانت اكلة حلوة قوي. مش باكل رز ومكرونة غير في اليوم الفري بس، باخد كل اللي نفسي فيه، يعني مش بخلي نفسي في حاجة. فعملت بقى كده الديكور الحلو ده بالوردة بقى بالطماطم، والبطاطس كده كانت مستوية. وتعالوا بقى نشوفوا الفراخ كده، وهي يعني هي مش مستوية، هي دايبة خالص. فطعمها كان حلو قوي، وفعلا كان طعمها نفس طعم اللي هي الفراخ الشواية اللي بنشتريها جاهزة من بره. يعني عدم اضافة البصل ناقل كده الفراخ معانا في حتة تانية. شايفين اصلا الفراخ دايبه معايا، وكمان بقى التتبيله اللي كنت سايباها بين الجلد برضو اخدت كده من طعم اللي هي الخلطه التندوري خالص. فطعمها كان حلو قوي، وفعلا كان طعمها نفس طعم اللي هي الفراخ الشوايه اللي بنشتريها جاهزه من بره. وبس كده يا حلوين، وصلت معاكم لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ووصفه جديده احلى واحلى، ومع الف سلامه.